اهلا بيكم حلقة جديدة من سبورتس بيزنس. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها اكيد عن اللي بيحصل في مانشستر يونايتد، اخر الاخبار وما وصلت اليه مفاوضات بيع النادي. اخر تحديث كنا عارفينه طبعا ان العروض اللي وصلت للنادي هي عرض القطري من الشيخ جاسم بن حمد، رئيس مصرف قطر الإسلامي، وعرض الملياردير البريطاني أغنى رجل في بريطانيا جيم راتكليف، وكذلك عرض صندوق التحوط الأمريكي إليوت لشراء النادي. عائلة جلايزر شايفة ان المبلغ تم عرضه عليها من خلال المبالغ المالية التي عرضت عليهم في آخر ما تلقوه من عروض بحاجة إلى زيادة بعض الشيء. عائلة جلايزر تستهدف الوصول إلى رقم 6 مليار جنيه استرليني، وهو الرقم لم يصل إليه أي عرض من العروض التي تلقتها. ويبدو أنه الأيام القادمة ربما تشهد بعض التغيرات في فكر عائلة جلايزر، في ظل أن النادي في هذه الفترة يمر بحالة توهج، ونجح في تحقيق لقب غائب. يعني من آخر 5 سنوات النادي لم يحقق بطولات، ونجح أخيرا في الفوز بكأس كاراباو، وبالتالي ظروف النادي أصبحت أفضل مما كانت عليه، فربما يدفعهم ذلك للتفكير في عدم بيع النادي. يساعدهم في كده وجود عرض من صندوق التحوط الأمريكي إليوت بالاستثمار في ملعب أولد ترافورد بملياري جنيه استرليني. عندهم استعداد يدفعوا 2 مليار جنيه استرليني من أجل تطوير ملعب الأولد ترافورد. طبعا مانشستر يونايتد ما أنفقش كثير من المال على تطوير الملعب والبنية التحتية. كانت مسار انتقادات واسعة من كريستيانو رونالدو في الحوار اللي كان سبب في إنهاء علاقته مع مانشستر يونايتد وآخرين. حتى النادي على مستوى الإنفاق ما صرفش زي الأندية الأخرى على تطوير البنية التحتية للنادي. حتى الآن العروض ليست في مستوى الرضا لعائلة جلايزر، وبالتالي ربما يحدث جديد خلال الأيام القادمة، ولكن الوصول لمبلغ 6 مليار جنيه استرليني هو رقم كبير جدا في سوق مبيعات الأندية. الموضوع الآخر اللي حابب نتكلم فيه وهو قصة برشلونة. نادي برشلونة الأسباني دايما في الفترة الأخيرة بتنكشف أمور غريبة جدا فيه، وهو بقى ضيف دائم أمام المحاكم بسبب أخطاء إدارية ناتجة عن مبالغ مالية بينفقها النادي في أوجه غير صحيحة. برشلونة قصة تورط الحكم رئيس نائب رئيس لجنة الفنية للحكام في أسبانيا نيجريرا، واخدة صدى كبير جدا. إجمالي ما تم دفعه للحكم للشركة التي يمتلكها نيجريرا حوالي 7.2 مليون دولار منذ عام 2003. الصراعات الداخلية داخل النادي ما بين الإدارة المتعاقبة بتتضح جدا في هذا الأمر، لكن هذا يؤثر بشكل كبير على سمعة النادي. سمعة النادي أصبحت دائما على المحك في هذا الأمر. النادي يعاني من سوء إدارة كبير جدا في فترات متعاقبة، سواء حتى في الوقت الحالي من خوان لابورتا واضطراره أنه يبيع عدد من السنوات المستقبلية لمصادر دخل النادي وشركات يمتلكها النادي
جعل من النادي عنده حالة من الفراغ الإداري أو النقص المالي المستقبلي. تأثيرات ذلك واضحة جدا، وكمل عليها فكرة انه النادي مش بيقدر يكمل في البطولات الأوروبية، وغيابه عن دوري الأبطال ثم خروجه من الدوري الأوروبي، خسائر كبيرة جدا تؤثر على دخل النادي ماليا. إضافة إلى ذلك عدد من الموارد المالية التي ستذهب في ما تم بيعه من موارد مستقبلية من خلال بعض حقوق البث وبعض الحقوق الأخرى، أثر بشكل كبير جدا على النادي، وتأثيره سيمتد في الصيف المقبل بعد ما قررت رابطة أندية الدوري الأسباني لا ليجا إن هي تخطر نادي برشلونة بأنه يجب عليه إما زيادة موارده 200 مليون يورو أو تقليل رواتب اللاعبين إلى حد 200 مليون يورو. نادي برشلونة في وقت من الأوقات أو سيظل أحد أكبر الأندية التي تمتلك إيرادات كبيرة ومصادر دخل كبير، لكن ما يحدث داخل النادي من خطط دائما يضع النادي في محل شك، ويضعه دايما محل انتقادات، ويضع مستقبل النادي في دائرة الخطر من حيث الموارد المالية للنادي. عربيا، الشيء الملفت للنظر ما يحدث حاليا في مصر من تراجع كبير جدا في نتائج المنتخبات والأندية، وتحديدا المنتخبات السنية ومنتخب الشباب الذي ودع بطولة الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر بخسارة قاسية أمام المنتخب السنغالي 4-0. السبب الرئيسي في مصر أن الأمور تسير وفق عدم دراية وعدم تخطيط، وما يحدث في قطاعات الناشئين في الأندية في مصر أمر يبدو صعب جدا. مبدأ ادفع كي تلعب مبدأ صعب جدا تسبب في اختفاء العديد من المواهب وعدم ظهور مواهب تستحق التواجد، وبالتالي أصبح من يستطيع دفع المال هو القادر على لعب كرة القدم، وهو أمر لا يتماشى ولا يتوافق مع مبدأ أن كرة القدم هي رياضة الفقراء ويجب أن تتاح للجميع، ومن يمتلك الموهبة هو من يثبت ذاته. معظم لاعبي كرة القدم في العالم هم أبناء لعائلات فقيرة. انتهت حلقتنا اليوم من سبورتس بيزنس. كان معكم عبد الرحمن الشويخ.